كتير مننا بيفهم الروتين إنه حاجة غلسة وبتزهق، لكن في حقيقة الأمر هو حاجة مفيدة جدا خاصة للأطفال. اظبطي للطفل نظام يومه، كل حاجة في الطفل هتظبط، وعلى فكرة انت كمان هترتاحي. أنا هنا مش بتكلم بقى على البيبيهات وتنظيم مواعيد الرضعات والكلام ده بس، لا، أنا بتكلم على الأطفال عادي من سن سنة وانت طالع. وأول خطوة في تظبيط اليوم هي تظبيط ميعاد وساعات النوم. لو ثبتي ميعاد نوم في الدراسة وكمان في الأجازة، انت وطفلك هترتاحوا. الطفل هينام كويس وشهيته للأكل هتتحسن، وهيكون نفسه ان هو يعمل حاجة تانية في اليوم بدل قعدته ليل ونهار قدام الموبايلات. وممكن يحب يمارس هواية أو يلعب رياضة. مش لازم برضو ميعاد النوم اللي انت تثبتيه في الأجازة يكون بدري قوي، بس مش لازم برضو يكون بعد صلاة الفجر. في الدراسة بقى الروتين ما بيكونش اختيار، هو نظام الكل بيمشي عليه. جربوا كده تظبطوا مواعيد نوم أطفالكم حتى في سن ما قبل المدرسة، وكلموني بقى على الروتين وجماله. صدقيني انت شخصيا هتتبسطي لما هتبقي عارفة ان في ميعاد معين في اليوم الطفل بيكون فيه نايم. ساعتها انت هتعرفي تخططي ان انت تعملي حاجة لنفسك. شاركوني واكتبوا لي في الكومنتس، هل يا ترى الروتين احلى ولا الحياة البوهيمية؟ وانا عارفة انكم ما تتوصوش، بس ما تنسوش الفولو واللايك والشير والحاجات اللي انتوا عارفينها.